مساء الخير. جورج مسيحي صار مسلم شيعي مع حركة أمل وحزب الله، ولا يؤمن بيسوع المسيح، بيصلي 5 مرات بالسر حتى ما يستفز أمه. زيارة مار شربل والعجائب بيعتبرها هرطقة، ينعت الكهنة بالدجالين الكبار ويسخر من سر الاعتراف والمناولة. اسمه محمد وهو يبشر بيسوع المسيح. جده مفتي غزة، أبوه قال له أنت كافر وبتجلب لإلنا العار، أما أمه خيرته يا أنا يا المسيح، فاختار يسوع المسيح. غنوة درزية واختارت الإسلام دينا والشيعة مذهبا وتحجبت، تقول لم أقرأ في كتاب الحكمة واليوم أصلي 5 صلوات. أمل كان مسيحي واعتنق الإسلام، يؤمن بمحمد خاتم الأنبياء، ثم بات ملحدا كافرا. اليوم ابن الرب أنشأ كنيسته لإله. ضيوفي بيعتبروا كل مين على دينه الله يعينه، بيفاخروا وبيجاهروا علنا وبيقولوا كنا هيك وصرنا هيك. حقك تختلف وترفض، تستنكر وتحتج. انت هيك. ناس موجودين حواليك حقك ما تتقبلهم، ما بيشبهوك. هن هيك، وبس تسألهم بيقولوا أنا هيك. محمد يموت، مساء الخير. مساء النور. أمك وأبوك من الطائفة السنية الكريمة، أبوك أردني أصله من فلسطين، أنت اعتنقت الديانة المسيحية، ما بدك تغير اسمك، يعني اسم محمد ومبشر بيسوع المسيح they don't mix, don't match. مش بالضرورة يعني. أولا نحن بنعرف أنه الاسم محمد كان بالجاهلية قبل ظهور الإسلام، وبالتالي ما في سبب أني أنا أغير اسمي، وما حسيت أنه في أي ضرورة إلا إذا عندي خوف من الآخر أني غير اسمي. عكس أنا حبيت أنه من خلال اسمي أني أبقى على اسمي محمد، أني أقول هيدا الشيء ممكن. كان عمرك 6 سنوات لما بدأت هذه الرحلة، كنت بالحمراء تروح على مدرسة الأحد، صح؟ الكنيسة الإنجيلية. نعم. فهونيك يطعموك ويشربوك ويعطوك كمان الرجاء والأمل في الديانة المسيحية. في عندك لا استقرار بطفولتك وخاصة ببنيتك الأسرية، يعني أبوك تزوج أمك، طلقها لما كانت حامل، قد ايه عيش معها؟ ما عيش معها؟ ما كثير. لا ما كثير، وأنت الولد الوحيد طبعا. الأم بتشتغل هاوس كيبر، بتنظف بيوت. نعم. وأنت ربيت بالشارع. نعم. وكان عندك الملجأ مدرسة الأحد، يعني لو ظروفك الحياتية كانت غير ما كنت تعرفت على المسيحية كديانة. كمان مش بالضرورة. الظروف دايما بتساعد انه الانسان يختار، يعمل قرارات. انت اليوم تمرق بظرف، تعمل قرار، بتكتشف اشياء. ظروف بتخليك تكتشف اشياء بحياتك، امور انت ما بتعرفها. يعني انا لو ما كنت مثلا على الشارع وحدا عزمني لأروح على مدرسة الأحد، يمكن ما كنت اكتشفت الدين المسيحي. وبالتالي هالظرف اللي أنا كنت فيه سمح أني أنا أتعرف على الدين المسيحية وأرى الأمل فيها وأرى. خبرني، لما كان عمرك 6 سنوات رحت على مدرسة الأحد، طفل عمره 6 سنين مسلم راح، شو اللي أغراك؟ ما أغراني قد ما شفت الشيء اللي أنا بحاجة له هونيك، ألا وهو الاتنشن، يعني الانتباه، اهتمام. إيه بده واحد اهتمام. ولد عمره 6 سنين بدك تحبه، بدك تلعبه، بدك تحكي معه، بدك تعطيه اهتمام، بدك تكون موجود له. يعني كان عندك نقص، عبوا لك النقص. أكيد أكيد. ونحن كلنا عندنا نقص بشيء بالنهاية. حتى الناس اللي عايشين ببيوت وعندهم أم وبي عندهم نقص. أمتى اعتبرت أنه هذا يسوع ابن الله الذي أؤمن به؟
بالبداية أول 8 سنين سمعت وما كنت مهتم بالله أو الدين أو الإيمان. كان اهتمامي نوعا ما جسدي، يعني أنا جاي بدي انبسط، اكل واشرب اكل واشرب واتسلى، وهيدا المكان كويس لواحد ما عنده حدا يهتم فيه، يعني على مصلحة. أكيد دون أدنى شك. أنا رحت على الكنيسة ببداية عمري لمصلحة، ألا وهي مصلحة أنه أكل وأشرب وألقى اهتمام من أشخاص فرجوا محبة لإلي. يلي ما كنت لقيته بالبيت. ما لقيته بالبيت وما لقيته ببيئتي. ببيئتي. مش بس بالبيت. نعم. كان في عندي مشكلة. هلا أكيد لما بتكون على الشارع يعني وما بيكون بفاميلي سيت اب، يعني وضع بنية عائلي، العائلة، بنية عائلية، بتنمى بسرعة، بتواجه أمور. أنت بتعتبر حالك ابن شارع؟ بالبداية أكيد. أنا لأنه أمي كانت تشتغل كل النهار وبيي مش موجود، وشو بدي أزرب حالي بالغرفة بالبيت، يعني مسكر على حالي وبقعد بالبيت. طيب بهال8 سنين كان في مصلحة مع الكنيسة. أكيد. لما فاتت على حياتك مس أميلي، الأنسة أميلي يلي اهتمت فيك كتير، هي اللي حطت فيك شرارة الإيمان بالديانة المسيحية. هي وحدة من الأشخاص اللي أثرت فيه، ولكن كان في كتير أساتذة غيرها، كان في القسيس وكان في زوجته. الشيء اللي أثر فيه أكثر شيء هو المحبة. شو كانت تعمل لك مس أميلي؟ المحبة رائعة. يعني مس أميلي كانت تاخذني على الغداء، كانت بالعيد تروح تشتري لي ثياب، كانت تقدم لي هدايا. رأيت محبة ما رأيتها بأي مكان آخر، مع أنه نحو العمر 10 12 11 صرت كمان روح على الجامع وأدرس قرآن درست قرآن؟ بجامع قريتن. وبالمدرسة كنت بمدرسة رسمية، كانوا بعد نهار الجمعة بعد المدرسة في درس دين، وإذا أنت مسلم بتروح على صف الإسلاميات، وإذا أنت مسيحي بتروح على صف المسيحية. كم سورة حفظت غيبا من القرآن الكريم؟ ما حفظت كثير، بس قريت كثير، يعني ما حتى بالكتاب المقدس ما حفظت كثير. شو أجمل شيء قريته بالإسلام بالقرآن الكريم؟ لا فرق بين عجمي وعربي وأعجمي إلا بالتقوى. هيدي كثير حلوة. لا إكراه بالدين كمان كثير حلو. المشكلة إنه التاريخ والبيئة ما بيثبتوا هذا الشيء. محمد، بستشف من كلامك كان في فقر، انتم كنتوا أسرة متعففة، مع إنه عندك بالعيلة من أقرباء الوالدة شخصية مرموقة، رئيس المحكمة السنية الشرعية. طيب ليه لما كانوا يساعدوكم؟ لا أكيد. يعني لأنه ما في محبة. يعني هي العنوان الرئيسي. حتى بيي كان غني، والدي بعدين بالمستقبل عرفت انه هو مليونير، معه مصاري كتير وعايش ومرتاح ومبسوط وما حدا قده. انا برايي انه والدك كان له علاقه بمنظمه التحرير الفلسطيني، كان واحد من قادتها. بيك كان واحد من قاده منظمه التحرير الفلسطينيه. نعم، من الاوائل. ما بدك تذكر اسمه. بفضل لا. وانت عائلتك عائله امك يموت، مش عائله ابوك. انا صح؟ جنست من لبنان. لبناني. كنت بتحمل كنيه والدك؟ ما عندي مشكله. يعني بحمل كنيه والدي وبحمل كنيه امي. بالنهايه نظرتي للحياه تختلف شوي عن العادي. انا بعتبر انا انسان حر، اختار ما اراه مناسبا لإلي بالزمان والمكان. ماني مقيد لا بتقاليد ولا ببيئه، نعم. ما عندي بير بريشر يعني. نعم، ما عندك ضغط الاقران عليك. واضح انه انفصال اهلك عن بعضهم كان له تاثير عليك كثير بانك تختار هويتك الدينيه. كان عمرك 31 سنه لما تعرفت على والدك. صار في اتصال بيني صار في اتصال. هو كان بألمانيا. مزبوط. رحت عند أهله هو بالأردن. طلب مني انه روح اتعرف على اقربائي. انت وزوجتك وبناتك؟ انا وزوجتي وبنتين. صار في اتصال لما عرفوا انك مسيحي.
خبروا بيك انه ابنك اعتنق المسيحيه، شو قال لك؟ تفاجأ اولا، وثانيا ما عجبه الوضع لانه هو مسلم متدين، وانت كافر وانت ما بيصير هيك. قال لك انت كافر؟ ايه، وحتروح على جهنم وهيدا بيجيب عار علينا وهيدا مش منيح. قلت له صراحة يا بي، انت بعد 31 سنة تركتني، ما فيك تحكي هالحكي. شو بدك بالشغلة؟ خلينا نشوف كيف فينا نحب بعض. انسى انا من وين جاي وشو صرت هلا. في تقصير كتير. لو كان بدك يعني يكون مسلم تفضل كنت فرجيني المثل والمثال. عيش قدامي اسلام. انت تدين ابوك بانه مهتم فيك، وبالتالي كان لازم يطبق اخلاقيات الدين في معاملته لك. انا مش قضية بدين، انا ماني جلاد بأي مكان لدين أي إنسان. أنا أنجا مشي حالي، ولكن أنا بعتبر أنه كل إنسان يجب أن يتحمل مسؤولية قراراته. ما فينا نهرب من النتائج. لما بتجيب ولد بدك تتحمل مسؤوليته. أنا عندي 5 أولاد اليوم، مرقت بظروف صعبة بحياتي، تعذبت كتير، ولا يوم فكرت أني أتركهم، اعتبرته المسؤولية. شو بتقول له لبيك اليوم؟ شو بتقول له؟ شو بدي اقول له؟ ما بعرف اذا بعده طيب. انقطعت العلاقه؟ انقطعت العلاقه كليا، بس لانك صرت مسيحي اكيد، وبتجلب العار له. اكيد 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 اكيد. ما بتعرف اذا ميت عندك فضول تعرف اذا ميت او عايش؟ جربت ببعض الاوقات. القسيس اللي انا كنت في كنيسته سافر والتقى فيه لوالدي، حاول انه يقربنا مع بعض، ولكن كان في صعوبة. أولا لأنه أنا ما مستعد أغير، يعني أنا مسيحي وسيدي يسوع المسيح، وما مستعد خون سيدي كرمال والدي اللي أنا ما شفته ولا بعرفه. بس بالوصايا العشر بالعهد القديم أكرم أباك وأمك، بالمسيحية أحبوا أعداءكم، أكيد. باركوا. أكيد. يعني كيف بدك تقنعني انك مسيحي وعندك تسامح بقلبك مش قادر تهتم تروح انت توصل لبيك؟ ما انا جربت. انا لما عرفت اولا والدي ما اتصل فيه، انا اتصلت فيه. هذه اولا. انا اللي ارسلت رساله وانا اللي اخذت المبادره لاتعرف على والدي، مع انه واحد والده تركه 31 سنه بيقول له انسى يا اخي، شو بدي اتعرف على والدي؟ لو كان بده اياني كان اهتم فيه. فانا اخذت المبادره وانا ذهبت الى الاردن والتقيت بعمومتي، وانا كنت مستعد اني اغفر. عمومتك شو قالوا؟ ماشي، رحبوا، كان كثير مرحبين، كثير لطفاء. غفرت؟ قلت مستعد اغفر؟ ايه غفرت. انا ولليوم انا غافر، انا ما عندي شيء ضد والدي. اليوم اذا بيجي اهلا وسهلا فيه، بحبه وبهتم فيه، واذا بحاجه ولادك بيسالوك بيقولوا لك بدنا نشوف جده؟ امرار بيقولوا لي يا ريت فينا نشوفه، ولكن في استحاله. والدتك توفت من 3 سنوات نعم تقريبا، ومش راضيه عليك، ماتت يعني انت مالك مرضي لا من الاب ولا من الام تقريبا، فيك تقول هيك. شو بتعتبر عندك بيك السماوي بالمسيحيه؟ انا بالنسبه لي امي وبيي على راسي، بس امي وبيي ما بيتحسبوا عني، انا بتحاسب عن نفسي. انا بحبهم، ضحي من اجلهم، بعمل اي شيء لحتى اساعدهم. سعاده امك هي وطيبه؟ اكيد اكيد. واخواتك، انت ما عندك اشقاء وشقيقات، عندك اخوه؟ عندي اخوه، وساعدتهم ووقفت معهم وحبيتهم وبهتم فيهم بقدر المستطاع. بعدكم على علاقه مع؟ اكيد اكيد، في حتى واحد منهم بيشتغل معي. امك شو قالت لك هي وعيشه؟ قالت لك اهلا وسهلا فيك بالبيت، سي انا يا المسيح؟ امي كانت كثير قاسيه بالبدايه لما عرفت اني انا تعمدت وصرت مسيحي، وبالتالي قالت لي ما فيك تضل بالبيت اذا بدك تكون مسيحي. ليش؟ لانه هذا بيجيب العار. كمان نرجع على قضيه، نحن وي ليف ان شيم كلتشر. نحن عايشين ببيئه فيها عار، العار، الخجل. العار، الخجل. انا ما قدرت اني اقول له للمسيح لا. يعني انا يمكن سبب وجودي في الحلقه اني انا جاي اقول للعالم انا محمد، انا مغروم بالمسيح واعشق المسيح، والمسيح هو كل حياتي، واللي اعطاني اياه المسيح ما حدا اعطاني.
وبالتالي ما في حدا ياخذني من المسيح، لا زوجتي ولا امرأة ولا أولاد ولا حدا. المسيح هو قصة حياتي وهو تاريخي، وأنا بدونه ما فيني أعيش. وأتحدى أي شخص اليوم بالعالم يعطيني شخصية كشخصية المسيح. المسيح روعة من الروعات، يعني ما في، أنا بحياتي ما أريد ولا شفت إنسان مثل الإنسان. نعم. وبالتالي في صعوبة لأي إنسان أنه ياخذني منه، في صعوبة أني أنا أغير ولائي، في صعوبة أني أترك المسيح حتى لو ذلك بكلف موتي. يعني أنا لا أخاف من هددت؟ كذا مرة. ضربوك؟ ضربوني، حبسوني، وحاولوا قتلي في كذا مرحلة من حياتي، ولكن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هيك فكر أنا. خبرني عن واقعة المعمودية. يعني كيف تعمدت؟ قد كان عمرك؟ إذا بتستذكر يعني نرجع بالذاكرة ممكن. قد كان عمرك؟ 1979. كان عمري 14 سنة. وين كانت المعمودية؟ كانت بكنيسة المعمدانية الأولى براس بيروت بشارع المكحول، والأسيس فيكتور صدقة هو اللي عمدني. وكان يوم رائع، لأنه كان قبل هيك بشهرين صار في تغيير بداخلي ما بقدر أخبر عنه وما بقدر أعبر عنه. مين كان حاضر بالمعمودية؟ الكنيسة، كل الكنيسة. مين كان في من أقرباء أصحاب؟ ما في أقرباء ما كان في حدا. شو حسيت؟ رائع، إحساس رائع، تغيير كامل. وهذا صار قبل شهرين، ولكن بالمعمودية حسيت إني أنا دخلت خلص، I'm in، يعني أنا موجود جوا. أصبحت من العائلة، أصبحت جزء من الكنيسة، أصبحت خلص هذا الصليب وضع علي. حاولت تستميل أحد أفراد أسرتك ليعتنق المسيحية؟ أنا ما حاولت استميل، أنا عشت المسيح. أنا ما بستميل. أنا أمرار أسأل من أجهزة المخابرات بسفري وبلبنان وبغيره إنه أنت بتبشر وبتغير، بيقولوا أنت بتغير دين الناس. أنا ما بغير دين حدا، أنا أحيا المسيح. وإذا كان المسيح جذاب فليكن، ما في مشكلة. ما فيني أنا غير حدا، ما بقدر غير أي إنسان. أنا بالإسلام في صلاة الاستخارة قبل القيام بأي قرار. هل صليت صلاة الاستخارة قبل اعتناق المسيحية؟ لا، أكيد لا. أنا لما اعتنقت المسيحية قريت، ذهبت إلى كذا كنيسة. بس أنت حكمت على الإسلام من خلال تجربة أمك وبيك بس، وأنه بالشارع وفي حدا أعطاني ملجأ. أنا يعني لو ما كنت هالتجربة المرة يمكن كنت ضليتك اليوم محمد الذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام. أنا حكمت على الإسلام إنه هو ليس مناسب لإلي، بس ما تعرفت عليه كفاية. بلا كيف؟ قريت وسمعت دروس وشفت الناس. قد ايه دروس سمعت؟ كثير، سنتين؟ 3 سنين. بالنسبة لإلي يعني المكتوب معروف من عنوانه. أنا بالنسبة لإلي يعني أنا خلص قريت، شفت بما يكفي إني أنا أخذ قرار إنه هذا الطريق غير مناسب لإلي وعلي أن أجد طريق آخر. هلأ بدك تسألني ليش؟ في كثير أسباب، منها الظروف، منها الكتاب، منها التاريخ. في كثير أشياء مجتمعة جعلت مني أن أخذ قرار أنه أنا هذا الطريق غير مناسب لي وهذا الطريق أنسب لي. تعرضت لتنمر بسبب هذا الخيار؟ يعني في أكيد ناس كثير بيعتبروك منشق، بيعتبروك كافر، مثل ما ذكرت بتجلب لهم العار، أو خارج عن الدين. بيهمك؟ أبدا. الإنسان اللي بيعتبرني كافر، منشق، مرتد، هو عم بيقول لي شو الدين اللي هو بيمشي وراه. هو نعم، يعني عم بيثبت هواجسي وخوفي والحقائق اللي بعرفها. إذا أنت بتقول لي أنا كافر، أنا سؤالي ليش أنا كافر؟ لأني أنا مجوز مرة وحدي،
لاني بهتم باولادي، لاني متعلم، لاني بساعد الفقير، لاني بهتم باليتيم، انا كافر وانت منيح لانك ماشي على دين معين؟ بدي اعرف، فسر لي. يعني ليش انا كافر؟ بدك تفسر لي ليش انا كافر. محمد، في حدا صار مسيحي على ايدك بشرته؟ في كثير. ليه عم تبتسم؟ انه اكيد، انا اكيد يعني تستغلوا اوقات ضعفهم، يعني في ناس بيكونوا من اقتصاديا يعني فقراء، تستغلون يعني مثل ما صار معك، بتعطون مأكل ومشرب وملجأ اللي بدك اياه، وجرعة دين، جرعة دين. ما في دين نحن عندنا. شو جرعة ايمان، امل؟ شو بنعطيك جرعة محبة. ما بعرف ليش تستغلوا. انا هيدي الكلمة بتستفزني يا مران. شو بنستغل يعني؟ يعني انه كيف يعني انا يعني بستغل؟ بتفوت على مخيمات اوقات، بتفوت عند اللاجئين، لا حول لهم ولا قوه، يعني بحاجه الى رغيف خبز او مشروب، فبتعطيهم اياه، وبعدين انت بتصير هالمغناطيس او هالسورس، هالمصدر، انه هيدا بيعطيني اكل وشرب، مثل ما انت قلت بيعطوني اكل شرب وتلوين، بعدين بحبوا لهيدا الشخص مثل ما صار معك مع مس إيميلي، ومن ثم بنجرف اكثر، بعدين مثل ما قلت ام اول ان، بعدين بدخل الى عالمه. انا عندي سؤال اللي بسيط. اذا واحد بيحب الناس وبيعلم الناس على المحبه وبيساعدهم، هيدا عار؟ هيدا استغلال؟ شو يعني بدي اقول له انت سني وانت شيعة قتلوا بعض؟ اذا انا بحب الناس. شي مره تحول حدا مقتدر ثري غني معه مصاري كتير من مسلم الى مسيحي على ايدك؟ اكيد ما لها علاقه هن بطبقاته، ما لها علاقه. الناس اللي بيحبوا ينتقدوا واكثريتهم ما بيعملوا شيء، دول اللي بينتقدوا اكثريتهم ما بيعملوا شيء، يعني ما بيقدموا شيء للحياه. انه بسبب المادي، ما حدا بسبب المادي، واللي بده يجي بسبب المادي نحن حاضرين. لانه في ناس، يعني كارل ماركس كان يقول الاديان religion is the opium of the masses، الديانه هي افيون الشعوب. يعني في كثير ناس كمان اليوم بيقول لك انه مستعد اعمل اللي بقى بعتني شو ما بدك، بس ارجوك اكسيني وطعميني وشربني انا اليوم نيمني. عندي خدمه بهتم باكثر من 1000 شخص بالمركز اللي انا فيه وغير المراكز اللي عندي اياها خارج لبنان وبلبنان. بشجع اكثريه الناس ما يكونوا مسيحيين. كيف؟ بقول له ما بدنا مسيح، مش ناقصنا. ليه بتقول هيك؟ هيك لانه انا ما بدي حدا يكون مسيحي لاني بطعميه. انا بدي واحد يكون مسيحي لانه هو مقتنع والله هداه لهذا الشيء. طيب بركي الله هداه الى الاسلام. الله معه. ما عندي مشكله. نرجع بنقول الاكسس، الاساس هي حريه الانسان. انا مسيحي على راس السطح، ولكن اؤمن بحريه كل انسان. يعني بيقول لك انه انت كنت مسلم واليوم اعتنقت المسيحيه، حتما مصيرك النار، نار جهنم. شو المشكله؟ ننطر ونشوف اذا انا رايح على النار. انا مقتنع اني احب الناس واهتم بالناس وطعم الناس واهتم بمرتي واهتم باولادي وساعدهم وكون اب صالح، زوج صالح. اذا هدول الصفات كلهم بياخذوا الناس على النار فليكن. مين شفيعك؟ تؤمن بالقديسين؟ تؤمن بمار شربل، القديسه ريتا، رفقه، الحرديني، مار الياس، مار مارون، تؤمن فيهم؟ كل مؤمن بيسوع المسيح هو قديس، ولا فرق بين مسيحي واخر الا بالتقوى. تؤمن بالعجائب؟ اكيد اكيد الله بيعمل عجائب. علاقتك بمريم العذراء ام يسوع في المسيحيه؟ هي امراه فاضله وانا بحبها كثير، و سبيشل، يعني هي مميزه بادائها وبحياتها وباللي عملته. تعتبر حالك امتداد للرسل يلي يعني اجوا على الدنيا بعد ما سمعوا كلمة يسوع المسيح، اذهبوا وبشروا لكل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس؟ أكيد نحن مدعوين كمؤمنين بيسوع المسيح أن نبشر وأن نشارك الآخرين بإيماننا، لأنه عندنا قناعة أنه الإنسان ليس في حاجة للأكل والشرب والدواء والثياب،
هو في حاجه لتغيير القلب. اتس ان ايشو اوف ذا هارت. مشكلتك مشكله قلب. اليوم انت ما بتزني لانه محتاج، انت بتزني لانه قلبك تعبان. انت ما بتقتل لانه اضطريت، نعم. انت بتقتل لانه قلبك مش منيح. لما بنعالج القلب بيمشي الحال. انت بتخدم بكنيسه عمانوئيل. عمانوئيل معناتها الله معنا. شي مره تركك الله؟ شي مره ادبك الله؟ شي مره اذاك ووبخك وقاصصك وعانيت منه؟ حسب كيف تنظر لله. انا بنظر لله كأبي، أبي السماوي، وبالتالي البي يجب أن يؤدب. لما وين الولد أدبك؟ وين تركك؟ في كثير محلات أنا غلطت وهو استعمل العصاية معي. بتقول إنك سجنت. قد إيه وقت؟ أول مرة 6 شهور، ثاني مرة 3 شهور. شو كان السبب؟ أول مرة فلست وكان علي تشكيل. كان عندك $500,000 فلست. وفتت على الحبس لحتى أتحمل نتيجة أعمالي وأخطائي. ثاني مرة كان بسبب اضطهاد ديني. اضطهاد ديني؟ اضطهدت دينيا؟ صار في هيك مثل تلفيقة وفوتوني على الحبس لأني كنت عم بشر وعم بخبر. قلت وينك يا الله بمحنتك؟ يا الله وين أنت؟ ما يعني أكيد في صراع كان لما كنت أمرق بظروف صعبة، ولكن الله موجود، دايما كان موجود. يمكن أنا ما كنت شوفه في أوقات بس هو موجود. مستعد تستشهد مثل تلاميذ المسيح والمسيحيين الأوائل أكيد لغاية اللحظة؟ أكيد، هذا امتياز. احنا كمؤمنين بيسوع المسيح لا نهاب الموت، يعني ما حدا يخوفنا انه حيقتلنا. لي اشتياق ان اكون مع المسيح. انا موجود على الارض لاخدم المسيح بس، لا امشي بخطى المسيح، على قاعدة يسوع قام من بين الأموات أكيد. ووطئ الموت بالموت. أكيد. شو بتقول للي بيترك دينه كرمال يعتنق ديانة أخرى؟ حرية مطلقة؟ أكيد، حرية هي الأساس. اليوم بلبنان الصراع الكبير هو صراع الحرية. اللي المسلم يلي اعتنق المسيحية، حضرتك نموذج. المسيحي يلي بيعتنق الإسلام ما في مشكلة. سئلت مرة بأمريكا على بروجرام شو بتعمل؟ قلت له إذا ابنك بده يكون مسلم، قلت له صحتين على قلبه. أنا بعيش مسيحيتي أمام ابني وبناتي، وإذا هني بيقرروا إنه يختاروا دين آخر هذا أحرار. نرجع ونقول أساس الحياة والله خلق الإنسان حر. ما فينا نحن تحت أي مغزى أو أي شيء نيجي نستعبد الناس. كم مرة قلت بحياتك يا يسوع بين يديك استودع روحي؟ كثير كثير أمرار. أنا دايما بقول لهم عم جرب موت للمسيح آخر 15 سنة، ولكن ربنا عم بيقول مش وقتك هلا. أنا أؤمن إنه حياتي هي بين يدي الله، هو بياخدها إمتى ما بده وهو بيخليها إمتى ما بده، وما في إنسان في هذا الكون ولا قوة في هذا الكون بتقدر أنا تعمل معي شيء قبل ما الله يسمح بهذا الشيء. ولدتك اليوم بدنيا الحق، شو بتوجه لها رسالة بالله؟ بحبها و يا ريت شو؟ سمعت لي واعتنقت المسيحية؟ أكيد، لأني أنا عايش بفرح عظيم. جربت معها؟ أكيد. شو قلت لها؟ قلت لها بحبك، وقلت لها كل الأشياء اللي مرقت فيها. قلت لها أمي بدي أحكيكي بموضوع. شو قلت لها؟ قلت لها بحبك، قلت لها المسيح رائع، أنا مبسوط كثير معه ولازم أنت تجربي. ولكن شو قالت؟ الضغط. شو قالت؟ صعب. هي قالت لك صعب؟ ايه ضغط. لا بس كنت ردة فعل أقصى؟ لا أنا وأمي بعد ما رجعت من أمريكا وصار جوزت وصار عندي أولاد، أصبحت علاقتنا حلوة. في علاقة يعني بيناتنا قوية. ولكن كان دايما عندي تحفظ إني أنا مسيحي، وحاولت كذا مرة إني أحكيها وفهمها قديش أنا مبسوط، قديش أنا مرتاح مع كل المشاكل اللي مرقت فيها.
وهي كمان مرقت بمشاكل وصعاب مثل ما انا مرقت، وفيها تكون مبسوطه وتعيش مرتاحه، ولكن ما قبلت. بس تموت اكيد الصلاه مسيحيه والمدفن ما بفكر كثير بهالامر، بس موت انتهيت. اذا فيما لو بنت من بناتك قالت لك بابا انا بدي اختم، او ابنك بابا بدي اختم، بدي اعتنق الاسلام، بدي اصير مسلم، شو بتقول له؟ ما في مشكله، ما عندي مشكله. يعني بيرجعوا بعيد، الحريه اهم شيء بالحياه، الحريه. يعني انا بحب عنوان حلقتك، انا هيك، انا حر وانت هيك. إيه؟ اخر سؤال لي، بديك تطلع لك على الكاميرا تقول للمشاهد يلي عم بيشوفك اليوم، البعض منهم عم بيقول شوف هيدا الكافر طالع يجاهر على الهوى انه كان مسلم على دين حق، اعتنق المسيحيه، شو بتقول له للي عم بيقول لك انت كافر؟ بحبك وبدي كل خير لك وبدي اعيش معك. المسيح علمني احبوا اعدائكم، ما عندي مشكله معك انا. انت كمسلم انا احترمك، احترم طقوسك، احترم وجودك، وبدي اعيش انا وياك سوا جنبا الى جنب. مش اهل ذمه، راس براس. والبلد الوحيد اللي المسيحيين فيه بهالشرق بيعيشوا راس براس هو لبنان. بتقول له انت هيك وانا مسيحي، انا بحبك. شكرا محمد يموت، كل محبه له. شكرا لك. ثانك يو لك. شكرا. جورج مساء الخير. مساء النور. اسمك مش جورج، بس وجهك ما عم نفرجيه على الهواء، في تمويه بلوري ايمج لانه انت هكذا شئت. ليه ما بدك تقول اسمك وليه عم نعمل وجهك بلوري؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف النبيين بالقاسم بن عبد الله وعلى صحبهم الاخيار المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين. نكون شملنا الكل هيك. اولا انا جاي من منطقه الباك جراوند تبعها موراني. هيدي المنطقه نحن وعينا عليها من انا وصغير، ما بيقولوا فيها الا المسلم بعبع. وبالديانه المسيحيه انا بالنسبه لي بعتبرها كمان ديانه قمعيه، ديانه داعشيه، لان التكفير. تعتبر الديانه المسيحيه ديانه داعشيه؟ انا لما بوصل لمرحله بقدر كفر غيري عن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عم فوت بمحل اقول انه هيدا ما بيعبد الله، شو بدي افسر؟ المسلم بالنسبه للمسيحي شو؟ اذا الله الاحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، واذا معترف بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام، يعني هيدا خلص ما عنده الله. الدين المسيحي يقطع الخيط معاويه بين المسيحيه والاسلام. الدين المسيحي فصل، كل شيء بيجي من بعد. الدين المسيحي غير معترف فيه. نعم، بس ما جاوبتني، ليش ما عم بتقول اسمك الحقيقي وليه وجهك مموه؟ هودي السبب. ما عم اقول اسمي الحقيقي للعائله. مين بيزعل؟ لا اكثر ولا اكتراسا لان العائله المسيحيه بتفضل ابنها يكون ازعر شلمسلتي قتيل قتله وعد تذكره مسيحي، ولا بتفضلوا مسلم ادمي. لهالحد انا ما عرفت التسامح وما عرفت اكمش ادبارتي قدام رب العالمين الا بالاسلام. انت اكتراسا لمشاعر اهلك، اكتراسا لمشاعر اهلي طبعا. وشغله كثير مهمه، انا ما فيي اعترف قدام خوري وهو يحل لي خطاياي. اول شيء اشهرت اسلامك طبعا، وقريت الشهادتين. تستحي من خلق الله مين ما كان، حتى لو كانوا الاهل تستحي منهم؟ كيف بدي استحي من خلق الله؟ نشان قل نحن ما بننحني غير لله، مش مثل ما هن بيقولوا. نحن ما بننحني غير لله. ما رح كملها. نحن بس نكون عم نصلي،
3 نقط نحن بننحني غير لا. شو 3 نقط؟ ما فهمت. في ناس بيتمسخروا على كيف الاسلام بيصلوا. كمان هيدي شو؟ هي شو بتعتبرها؟ بس ما لنا قاعده، يعني اذا بعض السخفاء بيسخروا من ما في مشكله ديانه ما في وتطبيق او مشكلة. اوقات تبقى بقلب المجتمع بتسمع سباب، بعدين صرت انا اولاد المنطقه بيعرفوني، صرت حط سيف الامام علي برا ليعرفوني انه انا موجود. انت اعتنقد، يعني انت كنت ماروني مسيحي ماروني، اليوم صرت مسلم شيعي. انا مسلم لله سبحانه وتعالى، ولكن نقيت الشيعة ليش؟ تحديدا لانهم اكثر انفتاحا على كل الاديان، على كل المذاهب وكل الاديان. انا كشيعي لي حق اقرا بكل الكتب السماويه. نعم. سماويه وغير سماويه اكيد، الاشياء الحلال يعني. انت وصغير اهلك كانوا يضربوكم قتل اذا نهار الاحد ما رحتوا على الكنيسه تتصلوا، صح؟ هالقد كنتوا ملتزمين طبعا بالديانه المسيحيه. طبعا. ورحت تزور مار شربل، بس بتقول مش ظابطه كانت. شو اللي مش ظابطه انت وعم بتزور مار شربل؟ المش ظابط انه صرت اكبر وفكر، اوقات تزبط اوقات ما تزبط، بس كنت ضايع اعمل واجبات الدينيه ويطلع اوقات اشياء شواذات قدامي بالدين. خلينا نضلنا محافظين، لاني كباك جراوند تبعي بكل محبه. كيف يعني شواذات جورج؟ الشواذات اللي كانت تكون اشياء هلا بنقطع عليها. قلي مثلا خوري مش ماشي على الصراط المستقيم مزبوط، منه عم يتصرف مثل ما لازم، هو يعطي المثل الاعلى. شو بيعمل؟ بعدة اشياء بفضل ما نحكي معها. ليش؟ لان يا خيي انت شو بتسمي رجال الدين؟ بتسميهم الدجالين الكبار. رجال الدين اعلام همه، هو حسب اساسه الانسان. بتحكي مع خوري بتاخذ وبتعطي معه، مثل ما بتحكي مع شيخ سني بتاخذ وبتعطي معه. هي شخصيه الانسان، قلب الانسان كيف بيخلق، باي روحانيه عم يخلق، هيدي شغله والديانه بتكمله. ايه بس انت ليه بدك تتهم الكهنه انهم دجالين؟ انا ما عم بتهم كل الكهنه انهم دجالين، في بعض كهنه همهم بس المصاري، في يا المال يا السلطه، وحده من الاثنين. عم بنقوا بطريقه كثير غلط. وسبق انه كان عندي طلاق انا لو ما اخذته بالقوه، وكان عندي قضيه كمان ضمن القضيه، كان في القضاء اللبناني. تزوجت فتاة مسيحيه؟ طبعا. صار في اولاد؟ بفضل ما تحكي بالموضوع. ما احكي بالموضوع. نعم. واتطلقت وعم بتقول انه بالقوه اخذت، انتزعت ورقه الطلاق. طبعا حتى بهيديك الاثناء الخوري قديش كنت اعمل معه منيح، وقديش كنت ساعده، وقديش كنت كون حدهم بقلب الرعيه. كشخص انا من عائله كبيره لها تاثير بالمنطقه، مش بالضيعه، وعندي نفوس كثير قوي، وكنت ساعد من قلبي، ما اخذ منهم غير الطعن في الظهور. شو قال عنك الخوري وقتها؟ قال عني بطريقه انه غير متصالح مع نفسه، وانا اكثر واحد متصالح مع نفسي. انا ما فيي اكذب على حالي قدام المرايه ولا قدام العالم. اللي بيقدر يكذب على حاله قدام المرايه بيقدر يكذب على العالم. بس انت اوراقك الثبوتيه بعدك مسيحي بعد ماروني. مثل ما انا امبارح لجبتهم. شو جبت؟ امبارح لجبت الاوراق اللي لازم يعطوني اياها. عندي الكرو معي، مني لحالي. بس اكيد شو يعني الكرو؟ فريق عندك؟ معي فريق بحبوني، فريق اصحاب. حركه امل، حزب الله؟ عم تسالني عن حركه امل وحزب الله. حركه امل هم اخواننا، وانا من يلي عشاق السيد حسن نصر الله. نعم. وتدعم المقاومه. الولد بس يطلع من بطن امه يبقى مقاوم. طبعا ادعم المقاومه. ولولا المقاومه الاسلاميه بقلب لبنان اللي موجوده كانت العالم عبر ببعضها. هذا التوازن. نعم. الطائفه الشيعيه علمتني الانفتاح على كل العالم، واقرا بكل الكتب. فعم تقول انه عندك فريق من الحركه او الحزب شباب معك؟ اصحابي. ايه بس اذا حدا غلط معك يعني بتهز العصا، شو؟
انا انسان بتكل على نفسي، بالعكس شكوى لغير الله مذله. ايه بس عم بتقول انه اذا ما خلقت الورقه الاوراق الثبوتيه او اخراج طبعا الإيد، انت بتعرف اليوم يعني بتقول بكسر لك راسك وبجيب الاوراق؟ لا طبعا لا. شو بتقول؟ يعني عيش اجواء زمره، يعني اجواء. لا مش اجواء زمره. شو؟ الانسان الرجال بيخلق من اصله رجال. انا كان اذا بيي في شي شغله ما يقدر يطالع انا جيبها، لان بيي كان خيره الاوادم شبه القديسين. رح تقوم بمراسم عاشوراء؟ طبعا انا كنت اقوم بمراسم عاشوراء زمان، انا من عشاق الخيل. كنت اقوم بمراسم عاشوراء من زمان، كنت بعدني بين بس فت بعاشوراء وعرفت عاشوراء شو هي، وعرفت التضحيه والاباء، فتت بالجو مزبوط ساعتها. حجيت ببيت الله الحرام في أكيد لا. مكة المكرمة؟ ما حجيت. انت بتعرف بهالوضع اساسا الشيعة مش قادرين يوصلوا لهونيك الا اقليه حسب الهيدا. يوما ما باذن الله تعالى. لما تقرا الفاتحه وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلنا. أهلك مين منهم؟ وصلنا لك. أهلك شو بتعتبرهم المغضوب رح عليهم؟ أفسر لك إياها مثل ما علمائنا قدامنا مفسرين لنا إياها. وقبل ما يفسروا لي إياها لطالما كنت أقولها كنت مسيحي، وأنا بأكد لك وبجزم لك إنه أنا لما كنت مسيحي أنا كنت أكره الإسلام. كنت تكره الإسلام؟ بعبع هيك البيئة عودتك؟ كأنه عبيدة صنم يا عبيدة ما بعرف شو هالفكرة الخاطئة. فأهلك بتعتبرهم الضالين أو المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم ما بتفسر حالها غير شغلة وحدة، المغضوب عليهم هم اليهود اللي فتكوا بأنبياء الله. نعم. والضالين؟ الضالين يلي مثلي أنا كنت قبل. أنا كنت ضال ساعة على الكنيسة الأرثوذكسية، ساعة على الإنجيلية بنرقص بالكنيسة، ساعة هون وساعة هون. شو تعمل بالكنيسة؟ يرقصوا وبزقف. بدك تتزوج وزوجتك تكون محجبة بتحجبها؟ أنا ما بفرض. أنا مني بس بتختارها شيعية؟ حليبة ولبن شيعة لحتى ما فوت بتجربة ترجع تعمل لي قصة طويلة عريضة. تحتفل بكريسمس؟ بتزين الشجرة وبتحط المغارة؟ السنة للصراحة صدفت هيك انه ما انحطت الشجرة وما بتعني لا من قريب ولا من بعيد شجرة الميلاد. بقول لك ليه؟ لأنه شغلة واضحة وصريحة. تسأل المسلمين امتى خلق المسيح بيقولوا لك ميال صوب الربيع. اما 25 ديسمبر فهو عيد الشمس. صح. والمسيحيين بيعترفوا انه هذا عيد الشمس. ايه بس هو الكريسماس الاصح الارمن ب6 100%. حتى الكنيسة الأساسية كنيسة الأرمنية. بس بدي أسألك يعني لا، لأن أول جمهورية اعتنقت المسيحية طبعا بأرمينيا، وب6 جانيوري كانوا كل العالم يحتفلوا بالمسيحية لأنه هنيك كان إله الشمس طبعا. فإت واز the god of the sun الشمس. بعدين عملوا the son of God كرمال المسيحية ما يضلوا الوثنيين فيحتفوا بعيد السيد المسيح ب6 كانون الثاني. سؤالك هو هذا غير مبرر. غير لي، اعمل لي ردني شي 10 سنين لورا، شي 20 سنة، هات لارجع انا وياك لورا شوي رد ونشوف بياتنا، ما هيك؟ يلا الله كريم لعله خير. اله اذا اله عم بتغير له تاريخه بتعود تآمن بالباقي؟ ما قولوا لنا 200 خلق. خيي قولوا لي 200 خلق. هو ايمانك كله مبني على تاريخ ميلاد يسوع. في عدة اشياء. الاب والابن والروح القدس. اب ابن روح قدس. الثالوث الاقدس. هذه في جدليه كبيره عليه. ما بتحتفل وبالتالي بعيد الفصح. يا خيي بموت وبعيش 100 مره المعطر. بالنسبه لي انا سيدنا عيسى ابن مريم اكبر بكثير من هو موجود عند المسيحيه. انت
تتأثر لما تسمع تراتيل أكثر أو صوت الأذان طبعاً. ما كنت تسمعه أنت وصغير من زمان وجاي. ضيعة مجاورة؟ من زمان وجاي، من زمان وجاي، بضيعة مجاورة، بالحمراء، بالضاحية. وين ما اروح انا بلبنان بحس حالي اهل، ما بحس انه فايت على منطقة غريبة. بتصلي بالجامع نهار الجمعة؟ بس يصير لي ظروف ايه، وعلى المآتم، على كل شيء، على كل شيء موجود. حلمك يلي حلمته أنت وصغير أبو الفضل العباس؟ حلم اللي حلمته انا وصغير ابو فضل العباس، وما كنت اعرف، وتكرر الحلم وتكرر وتكرر. والشيخ عطاني خاتم، حطيته بايدي، خاتم ابو فضل العباس. وطبعا بعد ما شفت الشيخ وخبرني قصة ابو فضل العباس وكل الامور هيك صار. وكنت احلم بايات قرآنية موجودة. بتعرف الآية في حدها رقم اوقات، صحيح. اوقات ما كان يجيني حشرية، بس اوقات كان يجيني حشرية انه شوف، ومثل كأن شيء عم برد علي، كون ناطر شيء. فيني أقول إنك مشروع متطرف من أسلوبك بالكلام؟ طبعا لا. منك متطرف؟ طبعا لا. بيتهمسوا بالكواليس بمجتمعك، بيقولوا هيدا جورج اللي كان مسيحي عمل مسلم؟ انا عملت مسلم كامل ارادتي. يتهامسوا طبعا، يتهامسوا، ما انت بتعرف الجو تقريبا. بيتنمروا عليك؟ ما فيهم يتنمروا لان بدعس بقلبهم. هيك انت شكلك بيدل لانه بدعس بقلبهم، ما في غير. بيختفوا قدامي. هن بقلبه ما بيسترجي يحكيها. بتقول له اللي بدك تحكي كون رجال احكيه بوجهك. طبعا. هيدي سياسة الغدر والطعن في الظهور انا بعمري ما عملتها. بدي شيء من واحد بروح لعنده. هل اهديت حدا الى الدين الاسلامي؟ وين بدك تهدي هلا باصعب ظروف؟ هلا قد ما في انا حسوني انه تغيرت، صرت رحيم. امك بعدها بدها تقربك لمعتقداتها ولمسيحيتها، بتقول لك يا ابني الله يرضى عليك، شو بتقول لك؟ يا خيي بدي اسالك سؤال بكل احترام وبكل محبه ومن دون تجريح. جسد ودم المسيح يعطى لك لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. ما حسيت فيه ولا نهار. ومش هيك بتكون الديانة. الديانة بتبعد عن الدم، جسد ودم المسيح. سر الإفخارستية شو هو؟ تفسروا لنا إياه. أنت بتسخر من سر المناولة والإفخارستية. يا خيي ما سخرت ولا مرة كنت أتناول. ما حسيت. ما بسخر، ليش بدي اسخر؟ ما في منها. ها شيء على الانفتاح، شيء على المحبة. انت بتقول بالنهاية كل العالم رح تقرب لعنا، شو قصدك رح تقرب لعنا؟ كل العالم بالنهاية الله محبة بيقول المسيح. والدين ما هو إلا محبة وانفتاح. شيعة علي تناصر كل واحد مضطهد. شيعة علي ما بتجي بتضطهد، حر. الأحزاب شيء والأديان شيء. نحن ما عنا بالدين المسيحي الحزبي متعصب والدين متعصب. أنا هلأ مثل ما عم شوف الطائفة الشيعية منفتحة والأحزاب الشيعية almost منفتحة. يعني التحالفات اللي عم بتصير ما بتلاقي الشيعي موجود وين ما كان. المسيحي اللي بيغير دينه كرمال الطلاق شو بتقول له؟ جبان، كفان. إذا ما معه مصاري يطرقن كفان بجيب طلاقه. وإذا معه مصاري يطرقن كفان ليعلمهم ما يسرقوا العالم. في سرقات بالمحكمة الروحية؟ في تركيبة ربيش. يلي قد حاله بيخلص ويلي بده يكتف ايديه لا بالطين هيهات من الظل على الصدر بينتهي الموضوع. هل في شخصيات بالمجتمع المسيحي بتتمنى انه يعتنقوا الاسلام؟
ما بتمنى لحدا يعتنق الإسلام أبدا. يا بده يكون بروحانيته يأسلم، يستسلم لله سبحانه وتعالى، ما في شيء كبير إلا رب العالمين، ويكمش إضبارة معه إنه أنا كل شيء عاطل بعمله مؤيد عندي، لا خوري بشيله ولا مشحة مطران بتشيله أنا وعمود. مين نبذك أو قطع علاقته فيك نهائيا لما تشيعت؟ ما حدا بيسترجي. إذا قطع علاقته أنا بجيبه، بقول له نحن محبة قرب. أنا كنت قبل لما كنت مسيحي كنت قتيل قتلة. إخواتك شو بيقولوا لك؟ ماشي، عقلهم كبير، عقلهم كبير. من وقت ما تشيعت لليوم هل شي مرة راودتك شكوك؟ شي مرة قلت له يا جورج شو عم بعمل؟ أو شو عملت؟ بهيك عمر يبقى العقل ناضج. لا لاك الروح ممزوجة بالمحبة، والمحبة هي عم تغزل الله واحد. شو أجمل شيء تعلمته من الدين المسيحي؟ بعده بتقول إنه لن أنسى هذا الذي تعلمته من الديان المسيحية. بتأسف أقول لك إنه ولا شيء. ولا شيء. ولا شيء. صفر. صفر. تعلمت صفر من الدين المسيحي. صفر. شو اللي أقنعك بالقرآن الكريم؟ شو اللي أقنعك؟ لاحظ إنه القرآن الكريم إعجاز في اللغة. يعني مش إنه قراءة بسيطة ممكن الواحد يتمعن بالقرآن. أنا بقرأ بالقرآن الكريم مش سهل كتير إنك تعرف وتستشف كل معاني الآيات. انتوا عم تقرا بتسال الشيخ علامه كذا انه اوقات الهمزات صعبين كانوا باول البدايه انك تقريهم في بس هو بفسر حاله في اسرار الحياه كلها. نحن هلا عم نوصل بازمنه القران كله حاكي عنها. بالانجيل بس مثلا واضح انك غير ملم بالقران. يعني انت غير ملم بالقران الكريم. بعدني عم بمشي بكل شغله. اكيد في استشارات عن اول وجديد انا عندي شعور، صلح لي اذا غلط، عندي شعور انه مش اقتناعك بالقران الكريم هو اللي خليك تعتنق الاسلام، هو موقف عم تعمله صادم وكانه عم تثأر من حياتك بالمسيحيه. اذا انا بفرجيكم، رح اخذ هيدي الخطوه، شوفوا انا شو عملت. لو قطعوني 100 شقفه ما برجع. لو ما عن اقتناع ما جيت لعندك، نعم، ما كان في لزوم انه اجي واحكي عندك. نعم، ابدا 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 ابدا. ردني لورا بقول يا ريت خلقان بعائله مثل شيعيه، لا اكثر ولا اقل. ردك لورا يا ريت بخلق بعائله شيعيه. ما ندمت على شيء، مش ندمان ومنه ثأر، بس غلط ما بدي اروح فيه. الغلط ما بدي اروح فيه. انا يكمل اللي بده يكمل كمل. انا اذا قتلت قتيل في بي يفوت عني على الحبس؟ طبعا لا، انا اللي بدفع الثمن. انا نقاد هيك برتاح، وهيدا خلاصي عند رب العالمين. جورج، الدين رحمه، والاسلام كمان دين رحمه ومعامله وتسامح طبعا، وقبول الاخر، وكثير من المحبه. طبعا عندك منهم كلهم. طبعا طبعا. قد ايه منسوب المحبه مقارنه بمنسوب الغضب اللي فيك؟ بدهم يعدلوا بعضهم على طول. هلا حاليا مثل ما انا ايه؟ انا كثير شفاف. هلا اكثر شيء مأثرني ولا غير هو زعل امي، بس بقول لها انا اساسا عم بعمل ورائي لحتى اندفن على الاسلامي. حقكم جبتوني عمتوني على راسي وعيني، ما في مشكله. عملتوا لي بريمير كومينيون على راسي وعيني. بفتره من الفترات كل شيء كان على ذوقكم اوكي، بس انا كنت بهيداك الفتره كمان هون وهون. بس هلا اثبتت بكل اقتناع ما راح ارجع وما راح ارجع. اخر سؤال بدي اياك تقول لامك شيء هيك، لا طلع على الكاميرا، الا لا الا امي. بدي اقول لها امي انا لما كنت مسيحي قد ايه كنت شرس. انت هلا صاخني قد ايه خدمتك وببسلك ايدك.
الإسلام علمني أمي ثم أمي ثم أمي، واستسلمت لله ومني راجع. امه بعده شرس. شكرا لك جورج. غنوة مرسل نصر سعد، أهلا وسهلا فيكي. غنوة حضرتك درزية من كفر نبرخ، عمرك 36 سنة، تزوجتي من علي سعد سنة 2013 وتشيعتي، صرتي مسلمة. صعب كان على أهلك أنه أنت من بنات بيئة المسلك التوحيدي فجأة تشيع أو تعتنق الإسلام. أنت حبيتي علي كثير. كثير. شو كنتوا تدرسوا؟ كنا ندرس إدارة فنادق بمعهد بير حسن وتعلمنا سوا. كان في عائق ديني من الأول. أكيد. ما كنت تقولي له يا علي لا أنا إلك ولا أنت إلي، يعني بعد عيونك يا علي لا أنا إلك ولا أنت إلي. لا أنا كنت للصراحة كنت ما كنت فكر بهذا الموضوع ابدا، ما كنت اخذها انه كنت عايشه كل يوم بيومه، بس وصلت لمرحله انه لما يصير في عندك ضغط شوي من الاهل، وصلت بمرحله لا انه اهلي حيرفضوا هيدا الشيء. بس انت قبل علي شاب حليوه كثير، اكيد كنت تقولي اكيد مش رح ياخذني، اكيد في كثير بنات حواليه. اكيد كنت اقول هيك. انا ما كنت صدق، انا ما كان عندي ثقه بحالي للصراحه، انا قلت اقول انه هيدا الشاب الحلو ما حيطلع، ما حيحبني انا غنوه داخلي، انه حيكون في بنات احلى، حيكون في ناس احلى. امتى تاكدتي انه انا رح اخذك خلص؟ لما انا شكيت وقلت انه انا ممكن اهلي لما يعني لما سالت، مش سالتهم مباشر بس لمحت لهم لاهلي انه ممكن اتزوج زواج من غير دين، جن جنونهم خافوا. امك ولا بيك جن جنونهم؟ هي امي اكثر. امك اكثر. جن جنونهم. شو قالت؟ فيش ممنوع. قولي لي كيف قالت بالله. ممنوع يعني ممنوع تاخذي حدا يعني شيء خلص ممنوع. فقمت انا رحت يا حبيبي يا ابني يا علي انه انا ما حيكون في هيدا ما حيكون في مستقبل لعلاقتنا، فخلينا كل واحد بطريق. هون علي قال لي انا ما حخلي. قلتي بطريق ولا بطريق؟ بطريق. انا عندي ضعف القاف الدرزيه اللي ما يعني في اعملي معروف. اوكي كل واحد بطريق. قال لي كل واحد بطريق. قلت له انا كل واحد بطريق. قال لي ما حخلي هالحب انه يمنعوا الدين، انه من وراء الدين نحن نترك بعض. هون تاكدتي انه رح ياخذ؟ هون تاكدت انه هو بحب غنوه الداخل، غنوه كان يتقدموا لك عرسان؟ اكيد اكيد مثل كل اي صبيه بيجيها عرسان وهيك. انا ما كنت شوفهم للعرسان مباشر، بس كان دائما يجيني من امي انه في شاب في فلان. انا ما كنت قابل حدا، كنت ارفض قابل حدا لانه كنت تحب علي. بس هون علي لما قلت له انه ممكن اهلي يرفضوا هذا الموضوع، هون هو قال لي بس طولي بالك علي، لانه اذا انا بدي اروح خطيفه مع اي شخص بدي اكون مأمنه على حالي، عم أمني على مستقبلي، مأمنه على حياتي. فهون انا شو مثل حسسته بالمسؤوليه تجاهي. هون هو قال لي انطريني سنتين ورح نفتح مصلحه، ومن هالمصلحه انه حنأمن مستقبلنا، وهيك صارت. تزوجتي بال 2013؟ انا ليله راس السنه 2013 رحتي خطيفه. اكيد. بس قبل بليله ب 31 ديسمبر 2012 كذبتي على امك وبيك. كذبت عليهم. شو قلتي لهم؟ قلت لهم انه عندي شغل، وانا ما كان عندي شغل. عندك شغل بالفندق؟ ايه. لانه دارسه اداره فنادق. وخبرتي اختك؟ انا ما كنت مخبره حدا انه حروح خطيفه، بس كانوا عارفين انه انا بحبه هيدا الشخص، بس ما كانوا يشجعوني على هيدا الحب، لانه عارفين انه نهايته صعبه. قولي لي ليله 31 ديسمبر شو كان؟ مثل ما بتغني نجوى وتقول شديت بايدي الحقائب، شو عملتي؟ كثير صعب، اصعب شعور حسيته بحياتي. وصفي لي شو عملتي؟ هو اول شيء انا اخذت شنطتي ومشيت. شو حطيتي بالشنطه؟ ما كان معي كثير اغراض، لانه انا كنت قبل هو كان لازم ينزلوا اهلي ياخذوني، وانا كنت اختي فويه بفن الشباك. قمت نقلت اغراضي، حطيتها شوي عم بتعمي كرمال انه لا سمح الله اذا بده يصير شيء يكون كل شيء جاهز. صعب
صعب هيدا الشعور انه انا لما ظهرت من البيت ما طلعت بعيونه لبيي، هو ثاقبت بيي كان موجود بالبيت، قال لي انه نحن انا بحكم شغلي ما كنت اشتغل، ما كنت احضر اعياد راس السنه، ما كنت اعيد معهم. بتشتغلي بالمطاعم؟ ايه، قال لي انه هالليله لك زمان لي 12 سنه كنت مش معيده معهم، قال لي خليكي معي. اقسم بالله انه انا ما طلعت بعيونه لانه عارفه حالي عم كذب عليه. قلت له لا خليني انزل هالليله وان شاء الله الصباح رباح وبكره برجع لهون. ما طلعتي بعيونه؟ ما طلعت. كنت حاسه بالخزي بالعار؟ ليك بيي انا لانه بيي كان كثير منيح. هلا كل اللي عم بيشوفوني بيقولوا لو انت بتحبيه لبيي ما كان لازم تعملي هيك، بس انا لحقت قلبي وقلبي مع عقلي، لان انا لو ما شفت علي بحبني وبيحترمني قبل ما يحبني وقادر يعيشني مبسوطه ما كنت رحت. مين اللي عم بيشوفوكي بيقول لك هيك؟ الاقارب، مين المجتمع. أقاربك؟ يعني خالك، عمتي؟ في عندي من خوالي، في عندي مش خوالي اولادهم، في اولاد خوالي. شو بيقولوا لك؟ انه بيوصل لمرحله انه انا بس بكون موجوده معهم بفوتوا ما بيسلموا علي. لليوم ما بيسلموا عليك؟ ما بيسلموا علي. بس هون السؤال انه شو السبب؟ انه انا اذا سلمت عليه اوكي انا يمكن عملت شيء مش منيح بالنسبه لكم، بالنسبه للدين الدرزي يمكن عملت شيء مش منيح واعتبرتوني مرتده مثل ما بيقولوا، بس هل يا ترى اذا انت سلمت علي او حكيتني انا حاذيك؟ انت بالدروز بيعتبروكي مرتده؟ ايه مرتده، انه مش. شو بتعرفي انت عن الديانه الدرزيه؟ للصراحه هو ما في مثلا بالديانه الاسلاميه في الصلاه، تعاليم القران. ايه في الصلاه، في القران. بالدرزيه في كتاب الحكمه، في كتاب ما فيكي تطلعي على الكتاب الا لكون شيخه. وهيك. شو كنت تصلي؟ ما كنا نصلي، ما في صلاة مثل عند المسلمين، في 5 صلوات لازم تصليهم، في كتاب قرآن فيك تقرأ، إن كنت محجبة أو غير محجبة. اليوم لما تشيعتي بتصلي الصلوات الخمس؟ أكيد، وباقتناع الحمد لله، وما حدا جبرني على هيدا الموضوع لأنه كلهم بيفكروا إنه ممكن يكون هو بالإكراه. أنا جوزي كثير مسالم، كثير مسالم. تركني على ريحتي لأنه أنا كنت درزية، قال لي هيدي حياتك، انت شوفي بتقتنعي بهيدا الموضوع بتفوتي فيها، ما بتكوني اقتنعتي، ما اقتنعتي انت حره. كان في خطوات للتشييع؟ يعني تحضرتي، تعرفتي على الديانه لا هو لاني انا هلا السنه بيكون لي 15 سنه بعرفه عليها، هلا باخذ عندي شويه افكار، شويه معلومات عن الموضوع، لانه بحكم انه انا تعاطيت معهم، حكيت معهم، عشرتهم مثل ما بيقولوا، صار في معلومات، بس انه كعمق وهيك لا مانيك متعمقه. بس انه علي حجبك؟ قال لك لا تتحجبي؟ لا. فرض عليك الحجاب؟ اكيد لا، هو كمان بهيدا الموضوع تركني رياحتي، بس انا لقيت انه الاسلام انه الحجاب هو ستره، وكملت يعني هو بيكمل هيدا الشيء، فحبيت. انصدموا اهلك لما شافوكي محجبه؟ اكيد، المجتمع كله فوق انصدم الا بيي. بيك شو؟ بيي وعمتي، في عندي عمي كانت سند لإلي، لانه اول ما تجوزت دقت لي وقالت لي انه انا حدك وبوقف حدك لو شو ما بيصير. شو اسمها؟ انصاف. انصاف، ست انصاف. انا كمان بوجه لها تحيه اذا عم تحضرنا. عن جد هي اللي وقفت حدي، وهي فتحت لي بيتها وكل شيء، وبيي اكيد لما طلعت، حتى انا قبل ما اتحجب طلعت لعنده لبيي وقلت له انا ممكن اتحجب؟ قال لي هيدي حياتك وانت حره فيها، وانت هونيك، انت هيدي حياتك صارت، هيدي لك حريه الشخصيه. اذا بواحد حملت الشنطه رحتي لعند علي، شو لوين رحتي؟ على البيت اللي عنده؟ رحت لعند بيت اهله لانه كان بيتنا بعده مش جاهز، كان بعد بده شو عملتي؟ كتبنا الكتاب عند شيخ نفس النهار بواحد كتب الكتاب عند شيخ كرمال يصير في حلال بالقصه. بس تثبيت زواجنا كان شوي صعب لانه بدي اتحول من درزيه لشيعيه، كان في شويه مشاكل، وبسبب كان في تعطيل بالدوله وهيك اخذت معنا وقت. بس رجعت رحت على المحكمه الجعفريه، تشيعت رسمي وثبتنا زواجنا والحمد لله. مين اتصل اول مره؟ صهرك اتصل بعلي؟ مزبوط، لانه علي اجى سبق واجى يخطبك، مش يخطبك، اجى زيارات لإلي، كنت عامله عمليه تجميل لمنخارك وانك شكت قالت ليه هيدا زميلك، ليه اكثر من انه قديش في عالم انه كل شيء في رفقه عندك، ما اجى غير هيدا الشخص، اجى
عندك هيدا نهار كل إنه نهار. صرت تشك انه صرت واجا لعندي بحرب تموز اشتياق يعني فشي كونكتد ذا دوتس، صارت ربطت الاشياء ببعضها. صارت تربط الاشياء ببعضها. فخلص باخر 2012 امي وصلت معها لمرحله انه خلص انه اكيد لو ما بتحبوا لهيدا الشاب ما عم ترفض. ابوكي شو اسمه؟ نايف. نايف. استاذ نايف عنده اكتئاب. هلا عنده اكتئاب. هل صحيح لما تجتمعي تطلعي لفوق بيقولوا لك انا سبب؟ انت السبب شو عملتي ببيك؟ ايه انه انا وخيي، انا خيي كمان زوج مسيحيه. خيك تزوج مسيحيه. كمان رافضينه. رافضين الفكره. انتم بالعائله عندكم تمرد واعتناق اديان. خيك ليه تزوج مسيحي؟ اكيد راح على الكنيسه وغير دينه وصار مسيحي. كنت عم بتقلي عن السبب الرفض؟ ايه لما بيك سبب انه نحن السبب، انت وخيك انا السبب. بدي اقول انه بيي انا بحبه لعلي اكثر ما بحبني لإلي. انا بيي انسان محب وما كان عنده هيدي الفكره انه يعني هو نهار اللي حكيت معه سالته قلت له انه فيي اتزوج، وقال لي ما فيي اقول لك روحي يا بنتي، بس هو عارف انه علي منيح لانه كانه عم بغض النظر. ايه عم بقول لك روحي بس من دون ما انا اقول لك. ايه انه عارف انه لانه عارف علي كانسان كثير منيح. شو بتقولي للناس لاقربائك يلي بيقولوا انت واخوك هن السبب؟ شو اسمه خيك؟ سامر. ايه سامر. بتقولي اذا بيقولوا لك غنوه انت وسامر عملتوا ببيك هيك، شو بتقولي لهم؟ هن بيعتبروا نحن وطينا له راسه لبيي، بس نحن ما وطينا له راسه. بيعتبروا وطيتوا راس بيك. نحن مرمغنا له راسه، بس انا بقول له انه هن اهلي ربوني احلى تربيه، وهيدي التربيه انا عم يعني الحمد لله ملاقيتها، لانه انا الحمد لله بمجتمعي مطرح ما انا رفعت لهم راسهم لاهلي، لانه كلهم بيحلفوا بحياتي بمجتمعنا لانه انا منيحه معهم. بس انت لما بيقولوا لك اقربائك غنوه انت وخيك سامر مرمغتوا كرامتنا بالارض بالوحي، شو بتردي؟ شو بقول لهم؟ ما بالعكس، انا مطرح ما انا الحمد لله كلهم انه منيحه، يعني ما بعرف هن ليش اعتبروا هيدا الموضوع هيك، يعني ياخذوها انسانيه القصه، ما ياخذوها دينيا. علي نفر من اهلك؟ لا بالعكس، هو اللي قربني من اهلي، هو اللي صلحني من بيي، لانه كان كل يوم اللي ما كل يوم دق لبيي سكر خط بوجهي، اللي ضلك اخر شيء بيي فتح التليفون معي وحكاني وتصالحت مع بيي من ورا علي، وهو علي اللي خلاني اتصالح مع امي، وضلني يضل يقول لي هولي اهلك، هو صله الرحم، ما فينا نترك صله الرحم. نعم. والدتك السيده منيره اعتبرتك ميته ل5 سنوات. مزبوط. لا ترد على تليفون، وبس تدقي لها اذا بدها ترد بتقول انا ما عندي بنت، ماتت بنتي. رفضتني، بس لما بيي قرر كنت تتاثري غنوه بعينيك؟ اكيد انا كثير تعبت نفسيتي بهذا الموضوع، لانه انا كنت انه امي بالنهايه انه اذا امي ما بدهاش يعني شو بدي اترك للعالم اللي حوالي. بس بحبوا اولادك مها ومحمد؟ امك هلا كثير انا بحبوها كثير لمها ولمحمد؟ الحمد لله ايه كثير بحبها. بيروحوا لعند تيتا وجده؟ ايه بنطلع بننام فوق صرنا. علي بيجي؟ علي بيجي، بس انه هيدا المجيات الخجوله مثل ما بيقولوا، بعد مش انه هيدا. في مشايخ عندكم بالعائله؟ ايه اكيد. اوه انا عمتي الله يرحمها اللي كانت تحت بيتي شيخه، ماتت وما حكيت معك؟ ما حكيتها وما شفتها وما ودعتها. ما ودعتيها؟ لا. قالوا انه هي حضورك غير مرحب به. ايه انا طلعت، انا كنت فوق بالاجر لانه كان بيي مريض ما بيقدر يروح، انه لازم يكون في حدا حده، فثاقبت انا كنت موجوده فوق، بس منعوني احضر، يعتبروا مين اللي منعك؟ مشايخ. شو يقولوا لك؟ ممنوع اذا بتجي، يعني يا لا بيصلوا عليها ولا بيحترموا العزاء ولا بوجودك. بوجودي انا، وجودي حيكون يعني انت صرتي منبوذه بالعائله اخص، يعني انا في كثير اشخاص من برات العائله بيحكوني وبيحترموني، وانا بس بدي افهم انه هل انا اذا حكيتك باذيك بشو باذيك؟ بس انه شو اوكي رحت يمكن بمرحله رحت فيها خذلتكم وبرمت ظهري ومشيت، انه انا انت بتعتبري حالك خذلتيهم لما اعتنقتي الاسلام دين؟ هلا هن بيعتبروا هيدا الشيء كدينيا بس انا لا. انت شو بتعتبري؟ انا عم بلحق الدين اللي اعتنقته، يعني المذهب الشيعي، الديانه الاسلاميه. وصفي لي اول مره قلتي الشهادتين.
اكيد. لانه لصراحه انا لما ثبت زواجي كل بنت بتحلم تروح وتتزوج يكونوا موجودين اهلها. انا مع اعتنقت الاسلام اكيد، بس تاثرت انه اهلي مش معي. بس ايه، انه لما كنت عم بكتب كتاب انه اهلي مش معي. غنوة، عندك بنت مها عمرها 2 ومحمد عمره 7 سنوات، هل رح تعرفي اولادك على المسلك التوحيدي وتقولي لهم ماما انا درزيه هيدا ديني كمان؟ انا بقول لهم، بعرفهم، وهن حرين، يعني هن حيتبعوا الدين الاسلامي الشيعي لانه من بيتبعوا بيهم. بس انا حقول لهم اصلا ما في فرق، يعني ما في فرق بالاديان كلها، لانه كلها بالنهايه كلنا بنعبد الله. انت اليوم بنظر الدروز بيسلموا عليك، بيخلطوك، بيتحشوني كثير، بيجربوا. اذا كانت موجوده انه بالاصبع بيدلوا عليك. اذا انا هلا بطلع على الضيعه، يحكم انه كنت اطلع على الضيعه مثلا وقت سخن بيي وطلعت على الضيعه وهيك، فكنت انا اطلع اجيب الاغراض من الدكاكين وهيك، انه هيك يتفاجئوا انه يي بنت نايف مرسل، انه هيدي الدهشه تزعجك؟ تزعجني، لانه بالنهايه نحن اولاد الله يعني. اوقات في نظرات ازدراء لإلك؟ اكيد، انه لك شو عملت، انه لك شو ساوت، وتحجبت، انه هيدا هون. بما انه منبوذه وبيتجنبوك وبيتحشوك، عندك بدي اعطيكي كاميرتي هون، احكي مع هود الناس لمره وحده على التلفزيون، اكيد رح يحضروك. فرنبرخ كلها رح تحضريك الليله. قولي لهم لهم، توجهي لهم. شو بدي اقول لهم انه انا اذا حكيتوني وجهتوا لي السلام، بس انه ليش عم تنظروا لإلي نظره التحقير؟ بس انه ليه انا شو انه اوكي عملت، يمكن بتعتبروا انه انا عملت شيء خطيه كبيره، بس انا بالنهايه انا غنوه بعدني مثل ما انا، لا تغيرت ولا شيء، بس الفكره انه غيرت ديني، بس ما انا بعدني غنوه الانساني. ليه ما بتفكروا فيي كغنوه انساني؟ ما بتفكروا فيي كغنوه اللي تحجبت كرمال جوزها او كرمال الدين اللي اتبعته. غنوة مرسل نصر سعد، شكرا لك. ميرسي لك. وبلغي تحياتنا لعلي حبيبي ولمها ولمحمد. شكرا لك. القس أمل سعد، مساء الخير. مساء النور. عمرك 48 سنة، حضرتك راعي كنيسة عين سحلتة المعمدانية، متزوج من رشا الخوري، عندكم 3 أولاد، روبير 21، ماريا 19، جينيفر 14 سنة، بيك إنعام، أمك سعاد، أختك منى، خيك الياس. صحيح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مسيحي، اعتنقت الإسلام، بعدين الإلحاد، اليوم بتقول إنه أنا ابن الرب. صحيح. أول شيء قل لي ليه تخليت عن مسيحيتك واعتنقت الإسلام بالبداية؟ بالبداية أنا كنت بعائلة مسيحية لكن مش مؤمنين، يعني نحن كنا علمانيين، فالمسيحية ما كانت تعني لي شيء. بس كنت تمارسوا الطقوس المسيحية؟ الطقوس كريسماس، إيستر. بالضبط، فمش الطقوس اليومية، الطقوس على الأعياد وعلى المناسبات فقط. تصلوا بالكنيسة كنتوا؟ أحيانا، مش على طول، يعني بالمناسبات فقط. أمك وبيك كانوا يقولوا لك يسوع ابن الله؟ لا ما كانوا. لا ما غير مؤمنين كانوا، يعني إيمان عادي فقط على الهوية. وكان بيي بالحزب القومي، والحزب القومي حزب علماني لا يؤمن، يعني ما عنده مشكلة مع أي دين، فمشان هيك ربينا بهالفكر العلماني مش الديني. وبسبب الحرب كنا بالمنطقة الإسلامية وكنا نحارب المسيحيين، يعني كان الفكرة بشكل عام ضد المسيحيين، فتحولت إلى الإسلام. أي آية بالإسلام أثرت فيك كثير وقلت بسبب هذه الآية الكريمة سوف أعتنق الإسلام دينا؟ فكنا نحن نؤمن أنه الأديان كلها من عند الله. فبما أنه الأديان من عند الله، يعني القرآن من عند الله، كان في آية بسورة الصف الآية 6 بتقول عن لسان المسيح أنه سيأتي النبي محمد من بعد. فعلى هالأساس أنا إذا قلت أنه هو هذا كلام الله فيجب أن أتبع، إذا أنا بدي أكون مسيحي بدي نفذ كلام المسيحي، واعتنقت الإسلام على هذا الأساس. وكنا نحن بالمجتمع ككل
مجتمع اسلامي اكثر من مسيحي، مشان هيك نحن. وكنت بلشت تروح على الجامع وتصلي؟ نعم، بلشت اروح على الجامع اللي هون وتصلي 5 مرات الصلوات؟ ايه بشكل عام مش كثير 5 مرات يعني، بس كنت صلي، كنت روح على الجامع وصلي وبالبيت صلي. وين اشهرت اسلامك؟ اشهرت اسلامي امام اصدقائي، امام اصدقائي وامام اهلي، ما فيش مشكله كان عندهم. شو قال بيك وامك؟ شو قالوا؟ ما بيعني لهم بالنسبه لهم ولا شيء شيء اخر. اتس اوكي. واختي تزوجت مسلم عادي، انا كنت قبل اختي ما تتزوج مسلم. اختك داعيه اسلاميه؟ نعم. اعتنقت الاسلام ايضا، داعيه اسلاميه، وما في علاقه بينك وبينها، ما بتحكي معك حاليا؟ ما بحكي معك. كنا ليه؟ لانه في تهمه. لانه في مشكله اجتماعيه، وهي بنتها شلحت الحجاب وتركت البيت، وهي مش مؤمنه لا مسيحيه ولا اسلاميه يعني، فتهمتني الي انه انا مأثر عليها وخلت. بنت اختي خلعت الحجاب، واختك زعلانه منك انه انت السبب. خلعت الحجاب وتركت البيت، مش بس خلعت الحجاب. انت لك يد؟ لا، هي بنت اختي كبيره بالعمر يعني 26 سنه، مش ولد، وقررت هذا الموضوع انه مش مؤمنه لا بالاسلام ولا بالمسيحيه. شو قالت لك اختك على التليفون؟ اعتبرتني، اجتمعنا كثير، اعتبرتني انه انا اللي مأثر فيها، وخاصه انه انا مبشر مسيحي. يعني انا اغلب كنيستي هنا من خلفيه اسلاميه مش مسيحيه. في كثير عدد مسلمين كثر عم بيعتنقوا المسيحيه، ولا برايك اللي انت بتشوفهم يعني عدد بسيط؟ حقيقه بالواقع في كثير اعداد، لكن الخوف كبير، فبالسر في ما بيحبوا يعلنوا كثير لانه في خوف من المجتمعات. لما اعتنقت الاسلام اوراقك الثبوتيه غيرتها؟ لا، ضلت مسيحيه لانه ما كانت تعني لي. بقي المذهب انجيلي؟ بقي المذهب انجيلي صحيح. بتصوم رمضان؟ كنت صوم رمضان، نعم. صمته حتى وقت اعتنقت، ومن بعد ما اعتنقت صمت كذا مره، وقبل كمان صمت مع اصحابي. حدا تنمروا عليك اصحابك انه او اصدقائك؟ مش تنمر بمعنى التنمر، نحن كنا ساكنين بمنطقه الحمراء بايام الحرب. كنا بالفكر القومي، الفكر القومي يؤمن بكل الاديان، وكل الاديان على اساس انه متناغمه ومتناسقه. يوم من الايام احد اصحابي بيقول له لشاب رفيقي كمان معنا بالحزب القومي، صديقي يعني، بيقول له بارك له لعمل اشهد. وقت قال له هالكلمه قال لي برافو عليك، منيح اللي طلعت من هالنصارى الكفار. فهون عملت صدمه عندي، انه على اساس انه عم بيقولوا النصارى كفار. صحيح. فعملت صدمه عندي انه على بالنا نؤمن انه كل الاديان مع بعضها ومتناغمه، لكن في افكار مختلفه، فاذا في شيء غلط هون. وبالمقابل الاخر احد اصدقائي كمان بالحزب القومي حب بنت انجيليه، فدعاني على كنيسه انجيليه على اساس انه يعرفني على صديقته. رحت لهونيك، عارف ثابت كان عم بيحكي القس عن الخلاص، وانه ما في خلاص الا فقط بدم الرب يسوع المسيح. فقلت له والمسلمين اللي مش مخلصين، قلت له شو الله خلقك وكسر القالب؟ انه مثل كانه انصدمت يعني هون، يعني صار في عندي صدمه بين هيدي وهيدي. فما بعتبره تنمر اكثر ما بعتبره ايمان. ايمتى صرت ملحد؟ تقريبا بال90. مش ملحد، بؤمن انه في الله، لكن مش الله اللي بيقولوا عنه الاديان كلهم. فبدات اقول انه في الله، لكن الاديان مش من الله، ولا زيت لغايه الساعه بقول الاديان مش من الله. يعني انت هويتك الدينيه غير مستقره؟ لا، هويتي الدينيه بحسب المجتمع، لانه الهويه الدينيه هي اجتماعيه ما دخل الله فيها. فمثل انسان لبناني او سوري او امريكاني او ايراني، انسان هذا هويه ارضيه ما دخل الله فيها. فعندي هويه دينيه هي مسيحيه، مش مستقره، هي ارضيه ما دخل الله فيها. ايمتى رجعت اعتنقت المسيحيه؟ اعتنقت بسنه، انا تركت الاديان كلها من 90 لل 94. بال 94 انا دخلت على الامن الداخلي، طبعا من بعد ما لموا كل الميليشيات وفتنا على الامن الداخلي. تدربت 9 اشهر، كنت انا بغرفه فيها 36 شخص، اغلبهم من دار الاحمر من القوات اللبنانيه. والقوات عاده كانوا ضدنا بايام الحرب. ضد مين؟ ضد بالحزب القومي، نحن كنا بالحزب القومي. فكنا بايام الحرب ضد بعضنا، ف9 اشهر قاعد معهم، عم نتدرب مع بعض وناكل مع بعض وعايشين مع بعض. بدات افكر بافكارهم، تقريبا هن عندهم جزء من الحق لانه عم نتناقش ايام الحرب، وكنا نبحث عن
عن السلام. يعني طالعين نحن من وجع بالحرب، بدنا سلام. طبعا رجعت بالتاريخ شو صار بلبنان، قصة شوي طويلة، إلى حين بدأت البحث عن دستور يحترم كافة الشعوب، لأنه قلت المسيحي له حق يعيش بكرامة، الشيعي له حق يعيش بكرامة، السني له حق يعيش بكرامة، اليهودي له حق يعيش بكرامة، الدرزي له حق يعيش بكرامة. الإنسان له حق يعيش بكرامة شو ما كان يكون انتمائه الديني. فبدأت أبحث عن دستور يحترم كافة الشعوب. قرأت القرآن، قرأت الإنجيل، قرأت الكتب السياسية. استوقفتني آية واحدة بالكتاب المقدس 5:44، متى 5:44، بتقول أحبوا أعداءكم، أحسنوا بغيظكم، باركوا لعنيكم. فقلت هيدي الآية، وأنا هون بعدني مش مسيحي، قلت هيدي الآية هي مفتاح للسلام، لأنه كلمة سلام ما فيك تعمل سلام مع صديقك، صديقك يعني اوريدي أنت عامل فيه معه سلام. فكلمة سلام تفترض وجود اثنين أعداء، وإذا أنا بدي أعمل سلام مع عدوي وأنا ما بحبه ما بيكون اسمه سلام، بيكون مجرد هدنة، ناطرين بعضنا تنرجع نأذي بعضنا. فأساس السلام هو محبة الأعداء، وإذا أنت ما بتحب عدوك مستحيل تعمل سلام، فبتكون عم تحلم بس حلم. تعمدت مرة تانية بال2012 بالضبط. ليه المعمودية الثانية؟ المعمودية الثانية أنا تعمدت أنا وصغير، أهلاتي مارسوا الطقوس المسيحية عادي كمعمودية أنا وصغير. من بعد المعمودية تحولت للإسلام، تركت كليا يعني من مكان إلى مكان آخر. فإذا اختباري أنا بيقول إنه المعمودية صغيرة لا تقدم ولا تؤخر. إضافة بالكتاب المقدس كل الآيات تشير إنه المعمودية بتكون من بعد الإيمان. يعني هي بده يكون الشخص هو، لأنه اختياري مش أهله اللي بعمدوه، بده ياخذ عن قناعة عن قرار. بيقول اذهبوا إلى جميع العالم وتلمذوهم وعمدوهم، فالتلمذة قبل المعمد. من آمن وتعمد واعتمد خلص، فالإيمان دائما قبل. فمشان هيك من بعد الإيمان والخلاص ونيل البنوة بالرب يسوع المسيح تعمدت أنا وزوجتي سوا. بتقول أنشأت كنيسة لإلك؟ لا مش لإلي، الكنيسة للرب طبعا. أنا أنشأت. بس كنيستك أنت؟ ما في يقول كنيستي، شو؟ هي كنيسة الرب. طبعا عملت مجهود أنا، والرب هو اللي استخدمني بالموضوع أنا وزوجتي. نعم نحن بدأنا خدمة، كانت خدمة منبثقة من الأعمال الإنسانية، مساعدة اللاجئين السوريين، وبدأت هيك الخدمة. أخذنا رجعنا غطاء قانوني من كنيسة الحدث المعمدانية. من بعد منا طورت من خدمة اجتماعية إلى كنيسة. كان عندي معمل حديد، والمعمل الحديد هو نفسه حولته كنيسة. إذا أختك عم بتشاهدنا اليوم أنا شو بتقول لها؟ إلا أنه أنا بحبها مثل ما هي، ما عندي مشكلة معها شخصيا. طبعا عندي مشكلة عقائدية. هالمشكلة عقائدية لا بتقدم ليه؟ لأنها داعية إسلامية؟ نحن نعبد إلهين مختلفين، لا نعبد نفس الإله. بس أنت فيك تبشر بالمسيح وفيك تبشر بالإسلام؟ لا، لأنه كل واحد عنده إله مختلف عن الآخر. إيه بس أنت عندك القدرة بالتبشير بالديانتين؟ ما بتقدر تكون عندي القدرة، عندي الاطلاع بالديانتين، عندي القدرة على المقارنة بالديانتين، لكن لا أبشر بالديانتين. إضافة أنا لا أبشر بديانة أصلا، أنا أبشر بالمسيح ربا وإلها ومخلصا وليس ديانة. ممكن تخطي خطوة صادمة بحياتك من بعد ما انتقلت من المسيحية إلى الإسلام إلى الإلحاد إلى المسيحية، تنقل خطوة كمان صادمة بحياتك، مثل كتاب مانز فيت لأندري مالرو، ببلش مسيحي بينتهي في الأمر إرهابي. ممكن كإنسان عادي تعتنق؟ خليني خبرك، غير ديانة. سئلت هذا السؤال كذا مرة. عندما يعني أنا إذا بدك تبشرني كيف بدي أوثق فيك؟ أنت منتقل من إلى بالضبط. إلى الانتقال الفكري شيء، والانتقال البنوي شيء آخر. أنت عندما تصبح ابن للرب أنت انتهيت، أنت سلمت حالك ليسوع، مستحيل تنتقل، لأنك أنت عرفت الإله الحق، عرفت حياتك، عرفت الخلاص، وأنت صرت بين إيدين الإله الحق الرب يسوع المسيح. ما ممكن تنتقل، مستحيل. ليش الإنجيلية مش المارونية أو الكاثوليكية أو الأرثوذكسية؟ للأسف في مشاكل كتير بين الطوائف، لكن مش مشاكل بالجوهر، مشاكل بالعقيدة. حتى مش بالعقيدة، مشاكل بالطقوس والممارسات. أي طقس أو ممارسة بترفض تقوم فيها؟ مثلا أنا كأنجيلي ملتزم بكلمة الرب يسوع المسيح بالكتاب المقدس. كلمة الرب مثلا لا أؤمن بشفاعة القديسين، أؤمن بالقديسين لكن لا أؤمن بالشفاعة. مين شفيعك؟ الرب يسوع المسيح، لنا شفيع واحد عند الله الآب الإنسان يسوع المسيح. أنت كمسيحي لا تؤمن بالشفاعة. صحيح. لا تؤمن بمار شربل وبسانتريتا وبرفقة.
أنا كمسيحي أؤمن فيهم كقديسين لكن ليس كشفعاء. أميز قديسين ندروا حياتهم للرب، الرب يباركهم. بتصلي لشربل ولا ريتا؟ أكيد لا. بتعمل تساعية القديسة ريتا؟ ما بتعمل. أكيد لا، أكيد لا. مريم العذراء؟ مريم العذراء هي طوباوية تطوبها جميع الأجيال، وهي قديسة رائعة، وهي المثل. بتصلي لمريم العذراء؟ أكيد لا. لكن لا بتصلي للعذراء ولا بتصلي لريتا ولا مار شربل ولا لكل القديسين. أكيد، لكن أحبهم واحترمهم، ويا ريت بوصل للربع، يعني لو 1% من اللي وصلوا له. انتبه، هذا عم بحكي باحترامي، احترمهم وبحبهم من صميم قلبي، لكن لا أصل لهم بحسب الكتاب المقدس، مش بحسبي أنا. القس أمل سعد، بدي أشكرك. الرب يبارك. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. الأديان تختلف ونحن نختلف بالعقيدة والإيمان، ولكن الرب واحد. تصبح على إيمان وكثير من الوعي.